الفيديو ده مش كليك بيت او هحاول ان انا اسوق لك حاجه يعني ملهاش منطق، لان الحاجات اللي هقول لك عليها انا فعلا عملتها خطوه بخطوه. فالفيديو ده مش نصب تماما. اول $1000 هتعملها اونلاين سهله، لانك مش هتبذل مجهود كبير زي ما انت متخيل، مش هتحتاج ان انت تتعلم حاجات كتيره زي ما انت فاهم، وفي نفس الوقت والاهم ان انت مش هتضحك على حد ومش هتحاول ان انت تزيف اي حاجه. خليني اشرح لك ازاي فكرة انك تعمل فلوس اونلاين او اول $1000 اونلاين زي ما عنوان الفيديو موضح. سهلة لانك محتاج فقط انك تظهر على طبيعتك وما تزيفش اي حاجة. يعني اظهر، اتكلم في الحاجات اللي عندك خبرة فيها. محتاج ان انت تكون صريح وعلى طبيعتك، محتاج ان انت تطلع تتكلم في اهتماماتك، وفي نفس الوقت تحاول تدمج اهتماماتك دي بالبرودكت او المنتج اللي انت عايز تبيعه. والموضوع ممكن يكون سهل شوية وانا بقوله، ولكن لو ركزت معايا في الفيديو هتفهم انا قصدي ايه. الفكرة كلها من بيع خبرتك اونلاين هي اقناع الناس بشراء منتج ليك، وفي ناس كتيرة جدا بتقنع المشاهدين على النت ان هم يشتروا منتجاتهم، وفي ناس كتيرة جدا بتصرف فلوس في المحتوى بتاعها علشان يبان بشكل افضل، وبيبقى الاخراج بتاعه يكون فظيع والايديتنج وكده. ولكن انت ممكن تعدي الناس دي بمجهود اقل وما تصرفش فلوس زي ما هم صرفوا، بان انت تتكلم بصراحة. طالما كل الناس بتحاول انها تعين اديتورز، بتحاول انها تصرف على الاخراج بتاعها ان هو يكون شكله جبار، انت لو عملت عكس كده وعملت حاجة واحدة زيادة، وهي ان انت بقيت صادق والناس صدقتك، هتقدر ان انت تسبق الناس دي. الحاجة التانية اللي انت المفروض تعملها انك تبقى مستمر في الظهور يوميا، يعني بتعمل محتوى بشكل يومي وبشكل اسبوعي، والناس بتشوفك دايما، وبالتالي الناس هتتعود على وشك. الموضوع ده هيخليك ان انت تعمل فلوس بسهولة، لان مش كل الناس بتستمر. في ناس كتيرة جدا بتصرف فلوس في اخراج المحتوى ولكنها غير مستمرة. في ناس كتيرة جدا بتسرق افكار من ناس تانية ولكنها بتفشل، لانها اولا دي مش فكرتها، مش مؤمنة بيها، والحاجة الاهم انها غير مستمرة. الناس بتشتري من الشخص اللي بيظهر ليها باستمرار واللي مستمر. ولو كان الشخص ده صادق والناس مصدقاه، فبالتالي فرصة ان هو يبيع هتزيد، ولكن ده غير كافي بدون استراتيجية. في ناس كتيرة بتعمل محتوى بصدق ومستمرة لمدة طويلة في عمل محتوى، ولكن في نفس الوقت ما بتبيعش ليه؟ لان ما عندهاش استراتيجية. الناس دي نيتها كويسة، عايزة تفيد الناس فعلا، ولكن مش عارفة هي بتعمل محتوى ليه، او السكريبت اللي بتكتبه مش عارفة ايه الهدف منه. طالعة بتتكلم في الفيديو علشان توصل ليه في الاخر؟ انا طالع بتكلم في الفيديو علشان افيد الناس وكل حاجة، اكيد دي حاجة بتمثل لي شيء كبير، ولكن في نفس الوقت انا عايز اكسب. فبالتالي انا لو بعمل سكريبت بكلم الناس فيه بصدق، مستمر في عمل السكريبت ده، ولكن عندي استراتيجية ان انا اكبر البيزنس بتاعي. تيجي هنا الحاجة الثالثة، ان يبقى عندك استراتيجية ورا السكريبت بتاعك. انت بتحاول انت تجيب عملاء اكتر، فانت بتطلع تتكلم في اهتماماتك، بتطلع تتكلم في حاجات ممكن تكون ترندي احيانا ناس كتيرة بتتكلم عليها، وبتحاول تدمج بشكل ما الحاجه دي بالمنتج اللي انت بتحاول تبيعه. خلينا ادي لك مثال. احنا عندنا منتج اللي هو اكسبرت تو بزنس، هدفنا كله، رسالتنا ان احنا نوصل الناس اللي عندها خبره انها تعمل محتوى وتكسب من محتواها، والناس التانية الكتيره جدا دي تكسب منها. فعلشان توصل لمرحله انك تكسب من خبرتك، فانت محتاج ان انت تدمج شويه حاجات مع خبرتك، لان خبرتك التقنيه في الهندسه او في الطب او ايا كان لوحدها غير كافيه انك تعمل بيزنس اونلاين. فلازم تكون متعمم بشكل ما، لازم تفهم تسويق، لازم تفهم شويه اتمته، لازم تفهم كتابه اعلانيه او كوبي رايتنج. فالحاجات دي كلها مهمه علشان توصل لنقطه ان انت تعمل بيزنس اونلاين. من ضمن الحاجات الترندي اللي انا بتكلم عليها هي الذكاء الاصطناعي. بتكلم عن الذكاء الاصطناعي ازاي، وبوصل الشخص ان هو يقتنع بالمنتج بتاعي، بان انا بتكلم ان الذكاء الاصطناعي متخصص جدا، بيتوسع في المواد بشكل افقي، بالتالي افقي كده. وغلط ان انت تحاول تتخصص وتنافسه، لان الذكاء الاصطناعي هيعرف يكتب لك كود السنتكس بتاعه او الطريقه بتاعته مظبوطه 100%. فما تحاولش انت تسابق معاه ان انت تزود معلوماتك اكتر، لان انت هتعرف تجيب المعلومه من الذكاء الاصطناعي. فليه تحفظ طالما انت عندك مرجع هتعرف ترجع له؟ ولكن الافضل انك تتوسع بشكل رأسي، يعني تبقى تي شيبد، يبقى انت عندك تخصص ما ولكن عندك شوية حاجات تانية زي ماركتينج وسيلز ومعرفش ايه علشان تعرف تسوق الخبرة بتاعتك. فمن الناحية دي انا بتكلم على الذكاء الصناعي اللي هو ترندي، وفي نفس الوقت بسوق للكورس ان انا بقول لك انا بعلمك مثلا ماركتينج وسيلز وكتابة اعلانية واتمتة
وفي شويه برمجه في الموضوع، فانا بخليك ان انت تبقى جنراليست او متعمم، ودي الحاجه اللي هتخليك ان انت تنجو من الطغيان بتاع الذكاء الاصطناعي. فانت محتاج تكون كرييتيف او مبدع بشكل ما، ان انت تدمج المواضيع اللي هي فيها ترند اللي انت بتتكلم فيها، وتوصل الناس انها تقتنع بالمنتج بتاعك، بمعنى ان الموضوع اللي انت بتتكلم فيه يؤدي بشكل ما للمنتج بتاعك. لو انا اتكلمت في الذكاء الاصطناعي، فانا هوصل لنقطه ان انت لازم تبقى متعمم، فالتعمم ده في حد ذاته بيوصل الكورس، لان الكورس بيعلمك الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعمل بيزنس اونلاين ناجح. لو انت شخص مثلا طبيعي ما بتاخدش هرمونات، وعايز تتنافس مع الناس اللي هي بتاخد هرمونات بشكل كبير جدا، فانت ممكن تتكلم عن مواضيع ترندي زي مثلا داروك ان هو خس بشكل كبير جدا. فده موضوع ترندي الناس بتدور عليه، وهتلاقيه اصلا في مثلا اكس من ضمن المواضيع اللي هي الترندي اللي كل الناس بتدور عليها او بتتكلم عليها. فانت ازاي هتخلي الموضوع ده يوصل الناس انها تشتري البرنامج بتاع التغذيه بتاعك، لانك انت ارفع من الناس التانية، انت مش ضخم لانك ما بتاخدش ستيرويدز. فانت ازاي تخلي الناس تجي لك للنيش بتاعتك وما تروحش للناس التانية؟ انت تتكلم على الترند اللي هو ذا روك، ان هو فضل ياخد هرمونات وما اعرفش ايه وكده، وفضل يكذب بشكل كبير جدا ان هو طبيعي وما اعرفش ايه، ووصل لمرحله ان هو وقف هرمونات علشان حصل له مشاكل غالبا في القلب والكلام ده كله، وناس تانية زي ديف باتيستا وناس كتيره. فانت بتوصل الناس ان هو انت الطريق ده مش هينفع ان انت تكمل فيه، فالاذكى ان انت تمشي بالطريقه الطبيعيه، وهو ده اللي انا هوصلك ليه. انا هعلمك الاساليب بتاعه التغذيه اللي هتخليك ان انت تفضل مستمر، ما تضطرش ان انت توقف بسبب مشكله صحيه. الحاجه برضو المهمه اللي من ضمن الاستراتيجيه اللي هتخليك ان انت تكمل معادله وتخلي الناس تشتري منك، انك تبقى فاهم وقادر على ان انت تطرح الحلول. ما تتكلمش عن المنتج بتاعك، الناس انانيه وغير مهتمه تماما بالمنتج بتاعك. ازاي هتتكلم على البين بوينتس بتاعت الناس وتحل لها المشاكل بتاعتها في الفيديو، او تقنعها ان انت هتحل لها المشاكل بتاعتها في الفيديو؟ لو قدرت ان انت تعمل الموضوع ده، الناس هتقتنع انك قادر ان انت توصلها لشيء ما. الموضوع ده كله مش محتاج منك مجهود فظيع، والحقيقه انا كنت فاكر الموضوع مستحيل، يعني الموضوع اللي هو محتاج يعني عبقريه او فن ان انا اعمل بيزنس اونلاين حد يحول لي فلوس وكده. طلع الموضوع خلينا نقول ان انت ما ينفعش تصور مثلا بكاميرا تليفون نوكيا قديم مثلا، ولكن لازم تكون الجوده بتاعه الفيديو بتاعك تكون كويسه، الصوت بتاعك وانت بتتكلم كويس، في ميكروفون مش لازم يكون ميكروفون زي ده، ممكن يكون ميكروفون عادي بويا. ده اللي انت محتاجه، مش محتاج ان انت تعمل اديتنج بشكل فظيع، ممكن تعمل اديتنج على كاب كات والكلام ده كله. ولكن الحاجات اللي قلت لك عليها في الاول هي الحاجات الاساسيه اللي هتخليك ان انت تعمل اول $1000 اونلاين. انا دخلت في التفاصيل وشرحت ازاي تعمل اول $1000 اونلاين من خبرتك، فلو انت حابب ممكن تتفرج على الفيديو اللي هحطه هنا على الشاشه، اتفرج عليه بتركيز، وبعده هحط لك فيديو تاني اطول شويه اتفرج عليه بتركيز برضو، صدقني هيفيدك جدا. حاجه اخيره، لو في اي حد مهتم بان هو يبدا فعلا في حاجه زي كده، ممكن يدخل مكالمه مجانيه معانا، هنشرح لك احنا ممكن نفيدك ازاي في البرنامج، وهنساعدك ازاي ان انت تعمل فلوس اونلاين من خبرتك. لو انت مهتم هتلاقي اللينك تحت في اسفل الفيديو، واشوفكم في الحلقه الجايه.